إبراهيم دياز دار ضجة كبيرة في كأس إفريقيا 2025 بالمغرب بتسجيله 3 ديال الأهداف في 211 دقيقة، في حين أنه في ريال مدريد من بعد 484 دقيقة لم يسجل إلا هدف واحد. هذا التفاوت في الأرقام خلى مجموعة ديال الصحف الإسبانية تتساءل لماذا، وعلى رأس هذه الصحف الإسبانية جريدة موندو ديبورتيفو اللي تساءلت لماذا إبراهيم دياز مع المنتخب نجم وقيادي ومع ريال مدريد مجرد لاعب احتياط. إبراهيم دياز منذ التحاقه بريال مدريد في 2019 ما خداش حقه من الدقائق وكذلك من الاهتمام. السيد ملي كان إعارة في نادي الميلان في 2000 من 2020 ل 2023 تألق بشكل واضح، لدرجة أن نادي الميلان كان كيلبس معهم رقم 10، نفس الرقم اللي كيلبسوا مع المنتخب الوطني. يعني في الميلان كانت تعتبر أو داخل في المحور ولا مع الأطر ديال النادي. مع المنتخب كياخد ثقة أكبر وحب أكثر من الجمهور المغربي، وكي هادشي كيترجم على أرض الميدان. كتحس بالله تبارك الله منفرج فرحان ناشط تيدير خدمته وهو سعيد. هذا هو الفرق بينه وبين ريال مدريد، خصوصا بعد العودة ديال رودريغو التي حاولوا يهمشوه، ماشي فقط لشي اللي ضعف في إمكانياته، بالعكس إبراهيم دياز عنده دي كاليتي كبار. ربما هذا تحليل الشخصي ماشي تحليل الصحيفة.